يا جماعة الخير، في ناس اما تطالب بإسقاط عضوية الفنان ياسر جلال من مجلس الشيوخ. ايه يا ياسر، انت عملت ايه بالظبط يا ياسر؟ كل ده عشان الراجل طلع في مهرجان سينمائي في الجزائر وقال لك ان الجزائر بعتت فرقة صاعقة في 67 تنزل ميدان التحرير عشان تحمي المصريين. هو الحكاية يا ياسر، هو التاريخ بقى مسلسل في رمضان كل واحد يزود فيه الحلقة اللي عايزها؟ طبعا عمك ياسر مش قصده حاجة، حب يجامل الجماعة في الجزائر فطلع قال لك الكلمتين دول على المسرح قدام الكاميرات. لا يا استاذ ياسر، لما تحب تجامل حد بعد كده ما تجاملوش على حساب تاريخ مصر. الكلام ده يا حبيبي خرافه، ملوش اي اثبات في اي ارشيف، لا مصري ولا جزائري ولا دولي. يا الصوره يا حبيبي، ما فيش اي وثيقه اما تقول ان في قوات جزائريه دخلت ميدان التحرير بعد النكسه، وابن الرئيس جمال عبد الناصر طلع وقال الكلام ده ما حصلش وما سمعناش عنه قبلك. انت جبت الكلام ده منين يا ياسر؟ احنا فعلا ما نقدرش ننكر ان الجزائر دعمت مصر دعم محترم بسلاح وبفلوس، لكن يا حبيبي ما فيش اي جندي جزائري نزل القاهره خالص. هو فعلا الفنان ياسر جلال طلع واعتذر للشعب المصري كله وقال لك انا ما كانش قصدي يا جماعه، ده بابا هو اللي حكى لي الحكايه دي. على العموم يا الصوره، اسفك مقبول، بس بعد كده لما بابا وماما يا حبيبي يحكوا لك حاجه ما تطلعش تقولها على العلن كده وخلاص. يا ياسر، اي حاجه حكاها لك بابا او ماما تطلع تقولها لبنت اختك، لاختك، لبنت خالتك، لحد كده من قرايبك، لكن مش قدام التلفزيون والصحافه. انت يا الصوره يا حبيبي مش صغير، والكلام اللي اتقال ده ما يستاهلش اسقاط عضويه ولا حاجه. الكلام ده ما يستاهلش غير رد واحد رده عليك المنتج الكبير محمد العدل لما قال لك ده ايه الخيبه دي، وانا من موقع هذا اما اكررها وراه واما اقول لك ده ايه الخيبه دي، واما اقبل اسفك كمان. الشعب الجزائري على راسنا ووقف معانا بعد النكسه، وجمايله مغرجانا وجمايلنا مغرجاه، بس اللي حمى ميدان التحرير كان الجيش المصري مش اي حد تاني. وبعدين احنا كمصريين مش محتاجين حد يحمينا، ده احنا لما نحمي العالم كله من اول التاريخ. يلا يا عم ياسر، جت بسيطه على كل حبايبنا وشهرهم وبعتولهم.